نعم مشاهدينا، نعود بكم من جديد ونعرج في هذه الزاوية عن الحديث وأيضا المعلومات الكبيرة القيمة عن الحمام الزاجل. ومعنا في الاستوديو يسعدنا أن يكون معنا ضيوف أعزاء الأستاذ محمد الهويدي نائب رئيس جمعية هوة عدن لسباق الحمام الزاجل، كما أيضا سيكون معنا ضيفا في المشاركة في هذا الحوار الدكتور جمال عبد الحميد رئيس قسم الأورام السرطانية في المستشفى الجمهوري في عدن. نعم، بداية سعداء جدا بتواجدكم وضيوف أعزاء في برنامجنا صباح الخير يا عدن. صباح النور يا عدن. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال عبد الحميد رئيس قسم الأورام السرطانية بالمستشفى الجمهوري، وكذلك الأستاذ محمد الهويدي نائب رئيس جمعية هوة عدن لسباق الحمام الزاجل. شرفتونا حقيقة في استديوهات برنامج صباح الخير يا عدن. بالتأكيد. معلش أمجاد، ندخل كده على أسئلة البرنامج ونأخذ هذه الأوقات الجميلة حتى طبعا لا يدهمنا الوقت. هناك نقول بأن الحمام الزاجل له خلفية تاريخية. طبعا أستاذ محمد الهويدي، نتحدث عن الخلفية التاريخية للحمام الزاجل والدور الذي لعبه في الماضي قبل التطور والعلم والتكنولوجيا. تفضل أستاذ. في البداية أحب أنه أنوه أن الحمام الزاجل أغلب الناس عندهم فكرة أنه الحمام الزاجل لما يودي رسائل أنه مثلا يقول يمسك حمام يقول هذا ودي لي الرسالة لفلان. هذه فكرة خاطئة تكون عند الكثير من الناس. الحمام الزاجل هو عنده قدرة للعودة إلى الموطن وعنده حب العودة إلى الموطن. فطريقة استخدام الحمام الزاجل في نقل الرسائل هي مثلا أنا عندي مثلا نقطة أربي فيها حمام زاجل، مثلا وأنت عندك مثلا نقطة تربي فيها حمام زاجل. إذا احتجت إنه يكون في بيني تراسل بيني وبينك، آخذ من الطيور اللي أنت تربيها عندك وأنت تاخذي من الطيور اللي أنا أربيها عندي. لما أحتاج إني أرسل لك رسالة، أكتب رسالة مثلا أربطها برجل الطائر وأطلقها. أول ما أطلقها وين تروح؟ تدور عن مسكنها اللي هو الأصلي، فتعود لك أنت مباشرة. وانت بنفس الطريقه اذا احتجت انك ترسلي لي رساله تطلق الطيور الخاصه فيني اللي موجوده عندك فتجي لعندي مباشره. هذه هي فكره نقل الرسائل. استاذ محمد، عفوا يا استاذ محمد، فكره انشائكم لجمعيه هوة الحمام الزاجل في عدن من اين جاءت؟ طبعا في بدايه تربيه الحمام الزاجل كانت في الجمهوريه اليمنيه، بدات يعني عام 89 وتطورت تلقائيا بشكل بطيء جدا بالمرحله السابقه الى ان يعني وصلت المرحلة تقريبا العام 97 98 بدينا يعني سافرنا للخارج وتعرفنا على ناس يربوا الحمام الزاجل، فكونا فريق بدائي يعني فريق شعبي زي ما تقولي. وبعدها وصلنا بدينا نسوي نقاط سباقات وسابقنا عدة نقاط مختلفة، منها وصلنا إلى مدينة تعز واطلقنا الحمام من تعز وعاد إلى مواطنه إلى عدن. بعدين سابقنا من صنعاء، بعدين سابقنا من منطقة حضرموت. بعدين فكرنا انه يكون الشيء رسمي. طبعا بالدول الخارجيه في انديه وفي اتحادات وفي يعني بالضبط وفيها جوائز قيمه وفيها شغلات مرتبه. هل كان هل عفوا استاذي، هل كان لهذه السلطات المحليه دور في الوقوف الى جانبكم؟ طبعا في البدايه عام 2004 انتشأت اول جمعيه بالجمهوريه اليمنيه، كان اسمها جمعيه شباب عدن للحمام الزاجل. ساعدنا فيها الاستاذ ديها الشعيبي ايام كان محافظ. استقبل الفكره، كان اول كل ما نكلم احد بالفكره هذه ما يستقبل الفكره بطريقه مبسطه. اول ما سوينا هذه الجمعيه صار في عدد هواة كثر، انشأنا جمعيه ثانيه اللي هي جمعيه هواة عدن للحمام الزاجل اللي انا نائب رئيسها. وبعد فتره انتشرت الهوايه بشكل اوسع، انتقلت الى تعز، صار في اتحاد نادي بتعز ونادي بحضرموت وبصنعاء، انتشرت على يعني الجمهوريه اليمنيه بشكل عام. طبعا هي جمعيتنا هي تعتبر النواه لهذه الانديه والجمعيات المختلفه في الجمهوريه اليمنيه. بصدد حديثك عن الجمعيات، هناك حقيقة انتشار كبير في الوطن في محافظات الوطن، انتشار العديد من الجمعيات. لماذا لم يتم، لطالما هناك الهدف واحد ورؤية هي واحدة، لم يتم جمع هذه الجمعيات لطالما هي تؤدي نفس الهدف؟ هل يتم أيضا التواصل من قبلكم من خلال جمعيات للارتقاء بمستوى هذه الجمعيات وتحسين من مستوى أداء نشاطها؟ طبعا يتم بين التواصل بين نحن الجمعيات الأخرى، يعني أكثر يعني الدعم المعنوي والمادي
اللي نقوم فيه، احنا نقوم بتغذية الجمهورية اليمنية بشكل عام. نعم. ونقوم بتغذية 70% من الوطن العربي. عندنا موقع بالانترنت اسمه موقع عدن للحمام الزاجل. هذا يقوم بتغذية الهواة في العالم العربي بتغذية بتقول 70% من المعلومات عن كل ما يخص الحمام الزاجل. بخصوص تكاثر الجمعيات بالجمهورية اليمنية، في جمعيات كثيرة وقاموا عام 2008 قالوا انه بنسوي لكم اتحاد. وسووا لنا اتحاد عام 2008 اللي هو اتحاد الحمام الزاجل في الجمهورية اليمنية. طبعا اتحاد فقط مجرد مسمى، لم نحصل منه على اي دعم لا مادي ولا معنوي ولا معلوماتي ولا اي شيء. كل الجهود التي نقوم فيها مجهودات شخصية وبدعم شخصي مننا نحن اعضاء الجمعية. دعنا نقف عفوا استاذ محمد وننتقل الى الدكتور جمال عبد الحميد ليشركنا في هذا الحديث عن الحمام الزاجل، برغم انه الحديث معك في فقرة اخرى عن الاورام السرطانية، ولكن يسعدنا ان تشركنا في هذا الحديث عن الحمام الزاجل. بالنسبة عند الاستاذ محمد حينما اشار الى ان المجهود يكون مجهود شخصي، يعني بمعنى لا هناك كل ما قاموا به هو مجهود شخصي، تعليقك حول هذا الموضوع؟ عمل أي جمعية في اليمن هو كيف يتم معالجة هذا الموضوع؟ يبدأ بمجهود شخصي، لكن اهتمام الدولة هو ملحوظ في كل الجمعيات، اهتمام محدود. لكن هذه الجمعيات من خلال التواصل فيما بينها، من خلال التواصل مع الخارج، من خلال انه هذه عباره عن هوايه يتبناها الجمعيات، وبالتالي يتم الاستفاده منها ورعايتها. انا اعتقد انه دور الجهات الحكوميه محدود. نعم، هناك تعليق أشار إليه الأستاذ محمد أن هناك لا يوجد اهتمام من قبل هذه الجمعيات نقول في الخارج. تعليقك؟ على مستوى الخارج أنا أعتقد أنه في اهتمام، لكن في الداخل اهتمام الدولة تعتقد أنه لها أولويات أهم من الحمام الزاجل. لكن بالنسبة لي أنا وصلت إلى قناعة أنه الحمام الزاجل له دور كبير لإيصال رسائل رمزية. أنا فيما يتعلق في الأورام وصلت إلى قناعة أنه الحمام الزاجل هو الوسيلة الوحيدة لإيصال رسائل إلى رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة. فأنا أعتقد أنه هي عبارة عن ثقافة. متى ما وصلت هذه الجمعية بتطوير نشاطها وتحسن ثقافة الناس وقناعتهم انه الحمام الزاجل او اي نشاط اخر فيما يتعلق بالطيور في كثير من الانشطه، فبالتالي يتطور هذا المجال بالتأكيد. أنا معلش دكتور جمال، أنا طبعا من خلال قراءتي لبعض الكتب وأيضا بعض الصحف هناك مقولة تقول بأن هناك الكثير من القادة العسكريين، الكثير من المشاهير، أيضا الملوك في بريطانيا يستخدمون الحمام الزاجل لأنها أسرع وسيلة للاتصال. ربما قديما هذا اوكي، لكن هواية التعامل مع الحمام الزاجل مثل التعامل بجمع الطوابع، التعامل بجمع العملات، التعامل لو عملوا الزملاء في الجمعية لدراسة لمنطقة عدن لوحدها، لو وجدوا أن معظم الناس يقوموا بتربية هذا الحمام. أنا في المحيط اللي أعيش فيه أشوف الكثير من الشباب يهتم بالحمام الزاجل وأعتقدهم على العلم. لكن كيف يتم التواصل مع الناس؟ اولا في اطار الجمعيه، في اطار المنطقه، بعدين نتكلم على ما يتعلق بالتواصل مع دكتور جمال عبد الحميد، شكرا جزيلا على هذه الاطلاله في فقره الحمام الزاجل. والان اعزائي المشاهدين نبقى مع تقرير يتحدث فيها عن دور الحمام الزاجل والبيئه التي يعيش فيها. الحمام اللي نحن ننتج منه، الحمام اللي نطيره في السباقات، هذا الحمام اللي نحن نستورده من برا. هذا واحد من الحمام الخارجي اللي استوردناه من السعودية، هذا من سلالة جانسون، هذا من السرعات القصيرة والمتوسطة، يعني من 200 إلى 400 كيلو. هذا الحمام يحقق بأسرع وقت ممكن. وهذا في معنا برضه حمام ثاني طار من حضرموت من مسافة 500 كيلو.
هذا حمام مسافات طويلة، مروح من 500 كيلو من سلالة الجن أردن. السلالات من نوع الطير نفسه، في لهم أشكال، يعني كل طير يختلف عن الطير الثاني. يعني الحمام أنواع، كل سلالات. هذا برضه، هذا حمام برضه من سلالة الجن أردن. هذا يجي أبو عرف. هذا حمام قديم جدا، هذا كان في السبعينات في هولندا، من أبطال الحمام يعني. جن أردن هذا استوردناه من السعودية من واحد اسمه خالد الحربي. بوجيك هذا من أجمل الحمام الزاجل على مستوى العالم. شوف لو تقدر تقرب صورة عينه وكذا، هذا من أقوى حمام العالم. هذا في السباقات في جمال الطيور. هذا من سلالة مايكل بوجيك. هذا مستوردينه من عند عندنا شهادة نسب له. هو جماله في عينه. هذا يعني الآن لما يجي يشوفه واحد بالإنترنت يشوف عينه دي خلاص يتجنن. هذه برضه من أفخم الحمام برضه. هذا من حمام بطل منصور مقلية، بطل السعودية 10 سنوات. هذه من سلالته. حمامة أولادها ما شاء الله محققين من صنعاء ومن حضرموت ومن الحديدة، من كل يعني ما نشوف. هكذا أعزائي كنا مع تقرير عن البيئة التي يعيش فيها الحمام الزاجل. إيمان، ننتقل الآن أو نعود إلى الأستاذ محمد الهويدي لاستكمال حوارنا حول الحمام الزاجل. الحوار حول الحمام الزاجل شيء جميل وممتع ولا يمكن أن نقتصره في بضع كلمات، ولكن أستاذي ممكن أن تلمح لنا ما هي النشاطات التي تقوم بها جمعيتكم حول الحمام الزاجل، تربيتكم لهذا؟ طبعا جمعيتنا مختصة بأكثر من نشاط. طبعا هو نشاط السباقات يبدأ من شهر 10 إلى شهر 2 اللي هو بموسم البرد. بهذا الموسم يكون طبعا الصقور هي من أكثر الأعداء اللي تواجه الحمام، فهذا الوقت يكون وقت هجرة الصقور من المناطق الحارة، من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة. فهذا الوقت اللي تنشط فيه وقت اللي هو موسم السباقات. باقي أيام السنة اللي هو من شهر 3 إلى شهر 10 هذا يكون فيها نشاط معلوماتي، نشاط زي مثل ندوات، معلوميات، مثلا نروح زيارات بيننا وبين الهواة بالمناطق الأخرى، نقوم بعمل ندوات عندهم. بهذا الشكل يكون نشاطاتنا. متى أول نشاط؟ نعم أستاذ محمد، بذكر النشاطات الرياضية وأيضا السباق، أنا هناك قرأت بأنه في نقول بأن هناك في السباق أقيم في سباق أحد السباقات أن هناك هذه الحمامة، حمامة الحمام الزاجل، طبعا هي التي فازت بإحدى نقول بإحدى المراتب للسباق، اشترك فيها حوالي أكثر من 21,000 طائر. فازت حمامة وتم بيع هذه الحمامة بمبلغ 132,000 فاصل نقول 517 دولار أمريكي. يعني هذا هو مبلغ كبير. نعرف المشاهد بأن حمامة الحمام الزاجل طبعا له سباق كثير ويحتل أيضا العديد من المراتب. نتكلم عن السباقات في بخصوص الحمام الزاجل. متى أقيم أول سباق؟ هي تريد أن توصل لك بالحديث أن هناك العديد من السباقات التي أقيمت في العديد من الدول الأمريكية وكذا. نعم. لما أشارت بالنسبة لدول اليمن ونشاطاتكم بالجمعية، متى أقيم أول سباق؟ طبعا كان بداية نشاطاتنا من عام 97. بداية النشاطات كانت عندنا، وطبعا بس كانت على مسافة مختصرة لا تتعدى 20 كيلو. بعد فترة بدأنا نتطور بشكل تدريجي لما بدأنا نستورد سلالات عن طريق جمعيتنا من برا. بدأنا نطور يعني نكاثر السلالات هنا وبدأنا نطورها بشكل تدريجي
طبعا نتكلم عن سلالة الحمام تصل الزاجل. سلالات الحمام إلى كم يعني تقريبا؟ طبعا هي تقتصر، طبعا سلالات كثيرة جدا. نعم. بس هي تقتصر إلى 3 أنواع بشكل مختصر. ونشاهد الآن عبر روبورتاج وصور نعم لأنواع الحمام. ايوه بالضبط. في الزاجل. نوع منها اللي هو مختص بالمسافات القصيرة اللي هو من الصفر إلى 120 كيلو. نعم. وفي نوع منها مختص بالمسافات المتوسطة اللي هو من 250 إلى 450 كيلو. وفي نوع منها مختص إلى المسافات الطويلة اللي هو تبدأ من الصفر وتنتهي إلى فوق ال 1000 1100 1200 كيلو. المسافة التي يعدو إليها الحمام الزاجل إلى كم؟ طبعا في بعض الطيور تعتبر من الطيور الخارقة اللي هي تسافر من دولة إلى دولة. طبعا تقطع 2000 كيلو 2500 كيلو على حسب، بس هو المعترف فيه 1200 كيلو 1125 زي كذا. إذا نتكلم عن التمييز أو الخصوصية التي تتميز بها الحمام الزاجل عن بقية الحمام، لماذا أو ما هي الخصوصية التي طبعا تتميز بها عن بقية الحمام كي تعطيها هذا التميز؟ طبعا الحمام الزاجل يتميز إنه عنده قدرة بالعودة إلى الوطن مهما بعدت المسافة. حنين الأوطان يعني. بالضبط، حبه لموطنه يعني يعطيه، يعني سبحان الله هو الطير الوحيد اللي عنده القدرة إنه يرجع لموطنه. وعنده قدرة إنه يحدد مكان اتجاه مسكنه من مسافة تبعد حتى عن 1000 كيلو عن مسكنه أو 500 كيلو أو 800 كيلو. إحنا بجمعيتنا مثلا لما نروح نطلق من منطقة الحديدة مثلا أو من حضرموت أو من أكثر المناطق اللي إحنا فيها، نطلق الحمام من هناك، نوصل مثلا بعض الأوقات توصل الطيور قبل ما نوصل إحنا. توصل مساكنها تجي مثلا يعني ترجع اللف قبل ما نوصل احنا بالسياره. فتكون سرعتها اسرع لانه تتخذ الطريق المختصر لها. الوان الحمام الزاجل طبعا هي اغلب شيء الالوان طبعا المعترف فيها محليا، كل منطقه لها مسميات اخرى عن المنطقه الاخرى. احنا المعترف فيها اللي هي الالوان زي الحمام العادي اللي هو اللون البني، اللون الاسود، هي تكتثر باللون الاسود، باللون الرمادي يسموه رمادي خطين او اللون الازرق. وشكله يعني طبعا نفس شكل الحمام العادي بس يختلف فيها انه حجمها اكبر، منقار عريض، منقار اسود. طبعا مش شرط انه يكون اسود، في يختلف. طبعا يكون حجمها اكبر من الحمام العادي، عيون اكبر، منقار اكبر، منخار، حجم يعني تلاقيها زي ما تقولي اللونين الشائعين الاسود والرمادي خطين. يبقى كمان بني فاتح تقريبا. في لون بني، في ابيض. بالنسبه للرقبه يعني هل يقال بانه الرقبه هي متناسقه مع الكتفين لهذا طبعا الحمام؟ هذه معلومات كثيره الناس تتكلموا عنها، بس كل واحد له رؤيه معينه بخصوص اللي هو المواصفات العامه. طبعا كل سلاله لها مواصفات تختلف عن السلاله الاخرى. دعينا ايمان استاذ محمد، هناك سؤال يلح في بالي عندما اشرت في بدايه حديثك وفي بدايه لقائنا في هذا الاستوديو ان هناك يتم ربط رسالة على رجل الحمام الزاجل لإيصالها إلى موطن آخر. كيف يتم التعامل مع هذا الطائر؟ يتم التعامل معه. كيف تستطيع أنت كبشر أن تتعامل مع هذا الطائر؟ أنت ما تتعامل معه مثلا تقولي أيوة، ما هي اللغة المستخدمة؟ لا يعني هذه مثلا طريقة مستخدمة. مثلا طبعا في السابق كانوا يستخدموها، يحطوا بين كل نقطة تربية الحمام الزاجل والنقطة الأخرى 25 كيلو. نعم. طبعا هذا في العصور الإسلامية. الآن يعني بعد ما تطورت شغله صارت تتحول من كل نقطه تربيه الى النقطه الاخرى تتعدى 70 الى 100 كيلو. طبعا هو كيف يتم عمليه المراسله بين القاده مثلا العسكريين او كذا؟ يتم اخذ مثلا الحمام يعني عنده القدره انه يرجع الى مسكنه فقط. مثلا يريدوا ان ياخذوا رسائل من النقطه هذه الى النقطه الاخرى، يتم اخذ حمام من النقطه هذه وتربيتها في هذه النقطة، وياخذوا حمام من النقطة هذه وتربيتها بهذه النقطة. لما يحتاجوا انه يرسلوا حمام للنقطة الأخرى يقوموا بربط رسالة، عمل رسالة صغيرة وربطها برجل الحمام أو مثلا بجناحه من داخل بأي مكان، ويطلقوا الحمام. أول ما يطلقوه تلقائيا هو يدور على مسكنه الطبيعي اللي هو عايش فيه كان، فيبحث ويرجع النقطة اللي كان عايش فيها. أول ما يوصل النقطة يكون إذا كان مثلا نقطة عسكرية يكون في واحد مختص يعني ينتظر الحمام العودة. اول ما تجي الحمامه يفك الرساله من رجلها ويقرا اللي هي مثلا اعداديات عسكريه او يعني نستطيع القول بان الحمام الزاجل يتميز بصفه جميله بالوفاء والعوده الى صاحبه، الى وطنه او الى وطنه. نتكلم عن المعارك او نقول بان الحمام الزاجل استخدم في المعارك قديما، بحيث انه يقال بانه يقوم بنقل الارواح من الموتى، وايضا هناك يقال بان الحمام الزاجل هو بمثابه الوسيله الامنه لايصال المعلومات السريه خلال الحروب. طبعا هذا كان كله بالسابق. نعم.
قبل ما يكون في تكنولوجيا هي نعم. طريقة الحمام الزاجل جنبت الكثير من البلدان خلال الحرب العالمية للعديد من الكوارث. هل لك أن طبعا هي اغلب شيء كان هذا يستخدموها. طبعا احب ان اوضح بشكل مختصر. في العهد الاسلامي كان يستخدم اول شيء المراسلات بين الخلفاء وبين الجيوش. في الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الاولى كان يستخدم كتحديد مواقع، كانوا يعلقوا فيهم كاميرات مراقبه بحيث انه لما تنطلق من النقطه هذه الى النقطه هذه بطريق العوده تصور الاماكن يشوفوا فيه مثلا معسكرات في كذا. يستخدموها مثلا للارساليات، مثلا تحديد الاحداثيات المواقع اللي يريدوا قصفها. مثلا يكون في جيش محاصر ومثلا انقطع عندهم الاتصال، يطلقوا اكثر من حمامه بحيث انه اذا انصابت اولى او اصطادت اولى يعني اصطادت الاخرى توصل واحده منهم توصل مثلا انه احنا محاصرين بالمكان الفلاني. العدو كان يعني اتخذ طريقه انه لما شاف انه صار في ضرر من الحمام الزاجل صار يجند صقور، يسوي معسكرات للصقور بحيث انه اول ما يكون في محاصره او حروب يطلق الصقور بالجو. اول ما يطلق الصقور بالجو يكون في حمامه عايده عشان توصل اخباريه او شيء، تبدا الصقور تهاجمها او ما يعني ما تخليها توصل للنقطه اللي هي المفروض توصلها، او انه يجندوا لهم قناصين اللي هو بخط العوده ما بين مثلا اذا هي نقطه المعركه هنا والمفروض توصل الحمامه هنا، بالخط الفاصل بين نقطه المعركه والنقطه اللي المفروض توصل لها الحمام يا يحطوا مجندين قناصين انه بحيث انه ما يخلي اي حمامه توصل او يجندوا لهم صقور. يا سلام. استاذ محمد، في حاله اصابه احد الحمام الزاجل باي مرض يعني كيف يتم معالجتكم بهذا الموضوع؟ طبعا من ناحيه الامراض هي تختص الى يعني اكثر 4 امراض شائعه بالحمام الزاجل اللي هي مرض التنفسي ومرض الكنكر واللي هو مرض السلمونيلا. السلمونيلا اللي هو مرض التيفويد، هذا يعطيها شلل تام بالحمامه. اللي هي هل هناك يعني طبيب مختص بهذا الموضوع من لديكم؟ طبعا احنا لما يعني سافرنا برا يعني صادقنا مع ناس كثر ودخلنا مع ناس مختصين بهذا المجال، كونا معلومات خاصه فينا وبجمعيتنا قمنا بعمل ندوات بحيث انه نعلم الهواة بشكل عام. طبعا اسعار الحمام الزاجل احب انوه انه طبعا احنا نشتريها من برا باسعار خياليه. يعني توصل ما يقارب ال 2000 3000 دولار الحبه. طبعا هذا اسعار مبدئيه، طبعا في شيء يوصل الى فوق ال 100000 و 200000 زي ما ذكرت انت قبل شوي. بس نظرا للاهميه وايضا القيمه العاليه التي طبعا هناك فوائد كثيره تقوم بها الحمام الزاجل، معلش يعني لو كان هم هناك ما يستخدموها انه هنا الان يعني بالوضع اللي احنا فيه حاليا ما تستخدم الحمام الزاجل الا فقط للسباقات. في الدول الخارجيه يستخدموها للسباقات والمراهنه. اللي حصل مثلا على المركز الاول يبتاع ب 20 30 الف يورو بالضبط بهذه الطريقه. احنا لما استوردنا عن طريق جمعيتنا للحمام استوردنا مبالغ عاليه. طبعا اغلب الشباب هنا تعرف انت باليمن مقدورهم المادي ضعيف، فكرسنا انه مثلا مجموعه من اللي استوردناها نسويها تكاثر داخلي بالجمعيه، وقمنا بعد تكاثرها بتوزيعها على الشباب باسعار رمزيه، وفي شيء منها تم توزيعه بالمجان للاعضاء. استاذ محمد، هل هناك مشاركات لديكم خارج محافظه الجمهوريه؟ طبعا حاليا احنا كنا نامل من الاتحاد اليمني للحمام الزاجل انه يسوي لنا ذي الشغلات اللي يوجهنا. طبعا يعني احنا اكيد هذا الشيء يعني ايوه احنا قلت لك انا قبل شوي انه احنا مغذيين 70% من العالم العربي بالمعلومات. موقعنا موقع عندنا الحمام الزاجل، انا ادير الموقع. طبعا 70% من هواة العالم يعني من السعوديه من الكويت من قطر من الامارات كلهم يدخلوا على موقعنا ويتغذوا بالمعلومات، بس هنا ما لقينا اي تبني للاسف الشديد. طبعا حديث عن الحمام الزاجل ممتع وايضا جميل، ولكن ناخذ الان كلمه للدكتور جمال عبد الحميد رئيس قسم الاورام السرطانيه في المستشفى الجمهوري عدن. نتكلم وناخذ رساله توجهها من هنا من برنامجنا بخصوص الحمام الزاجل، وما هي الكلمه التي الحقيقه احنا مغلين من اهميه الحمام الزاجل، وانا اعتقد انه الاخوه في الجمعيه عاملين نشاط رائع جدا، وانا عندي متوقع انه حيكبر وحيوصل من خلالكم من خلال هذه البرامج لكل الناس. نحن والجمعيه ان شاء الله لنا نشاط مستمر ان شاء الله. الاستفاده من الحمام الزاجل بإيصال رساله السلام، رساله الوقايه من الأمراض السرطانية، رسالة إلى الجهات المسؤولة. الحمام الزاجل هي الآن الوسيلة الوحيدة اللي تحمل رسائلي للمطالبة
من رئيس الدولة عبد الرب منصور والأستاذ محمد سالم باسندوة وزير المالية وزير الصحة بالإسراع بإقرار موازنة مركز الأورام السرطانية بعدن. هذا المركز اليتيم الذي بدأ منذ عام 2007 يعمل بدون موازنة. عدن والمناطق المحيطة بها لاحق أبين شبوة والضالع، هذه المناطق هي تعاني من ارتفاع الأمراض السرطانية. ومركز الأورام يستقبل هؤلاء المرضى بسعة محدودة 20 سرير وبدون أي موازنة، بكادر تطوعي، بتكاتف الجمعيات، واخرها طبعا واهمها اللي هي جمعيه الحمام الزاجل، اللي احنا بكره اليوم 12/12/12 حنعمل نشاط مشترك لارسال رسائل الى الجهات، رسائل محبه، رسائل وغايه، ورسائل الدعوه لتبني مركز الأورام. يا سلام، رسالة جميلة حقيقة قدمتها في ختام هذا الحديث القصير مع الأستاذ محمد الهويدي. كذلك نسمح للأستاذ محمد الهويدي بإرسال كلمة وتكون ختام فقرة تتحدث عن الحمام الزاجل من هنا من استديوهات قناة عدن. تستطيع القول أو توجيه أي رسالة لجهات السلطات المحلية. طبعا هي الفكرة أنه يعني نتمنى أن نوصل إلى شيء، الوقوف إلى جانبكم طبعا. هو الوقوف إلى جانبنا أعتبره الحين شيء نادر. نعم. وصعب، فيعني ما حد راح يلفت لنا بشكل. أول ما كنا نتابع الاتحاد قبل فترة كانوا يضحكوا علينا، يقولوا اليوم جيتوا تتابع الاتحاد حمام زاجل، بكرة بتجيبوا لنا دجاج، تسووا لنا لأن صارت التكنولوجيا هي التي فوق كل الحق شيء. يقال. فأنت لما تيجي تتكلم إنه واحد بيدعمنا يصيرنا، أنا عن نفسي هذا الموضوع يأس منه جدا. لا يأس مع الحياة. أقول لك شيء، هو صح انه لا يأس مع الحياه، بس نحن تابعنا الى ما لا نهايه. نعم. نحن عندنا طموح انه نحن نتعدى فوق ال 1100 كيلو زينا زي اي دوله جانبيه. نعم. انه نتعدى فوق ال 1100 1200 كيلو 1300 كيلو. نحن الموارد الخاصه فينا نوصل مثلا الى 200 كيلو او 300 كيلو وانتهت الموارد الخاصه، وقسينا كل واحد يتفرج على الثاني. إذا معلش من خلال هذا البرنامج إيمان، من خلال أعزائي المشاهدين نريد أن نسمح لك بفرصة أن تتكلم أو توجه رسالة. أنا أقول بقى طبعا في نهاية هذا الحديث أنه طبعا البريد، نقول البريد بشكله الحالي وما لمسه من تطور ملحوظ وكبير، وهو السرعة المذهلة في إرسال الرسائل، يعود إلى طبعا الدور الكبير الذي لعبته